التصالح مع النفس مش انك تبقى مثالي ولا انك تحب كل حاجة فيك. التصالح مع النفس هو انك تقبل نفسك حتى بأخطائك، بلحظات ضعفك وانكسارك وهشاشة نفسك. طيب ازاي اعرف ان انا مش متصالح مع نفسي؟ بجلد نفسي كتير على حاجات عدى وقتها ومستحيل انها ترجع. بلوم نفسي طول الوقت ومش مدي لدماغي راحة. بحس دايما اني اقل من غيري حتى لو معايا حاجات مش موجودة مع غيري. الاحباط اللي بيصيبني لما احس ان انا فشلت في حاجة او ما قدرتش اوصل لحاجة. على طول دايما هربان من نفسك سواء بالشغل او بالنوم، مش مدي لنفسك وقت تقعد تسمعها فيه او تسمع لصوتك الداخلي. طب ازاي اتصالح مع نفسي؟ ازاي اعيش حياة هادية واكون انسان مسالم جدا وعايش في سلام؟ اول حاجة واهم حاجة، اعترف بكل مشاعري حتى لو كانت سلبية او مؤلمة. ما تضغطوش على نفسكم عشان تكونوا كويسين طول الوقت. المشاعر مش عيب، ومجرد انك تحس بيها ده دليل انك انسان طبيعي. افهم اخطائك من غير جلد ذات. كلنا بنغلط، كلنا مرينا بمواقف معرفناش نتصرف فيها. خدها كفرصة انك تتعلم من غلطك، مش بسببها تكره نفسك. انا بعتبر اهم خطوات التصالح مع النفس هي التسامح. انك تقدر تسامح نفسك. سامح نفسك على اختياراتك اللي ما كانتش مناسبة، على ردود افعالك اللي ندمت عليها، على سكوتك وقت ما كنت المفروض انك تتكلم وتقول كل حاجة وتعبر عن اللي جواك. المسامحة بتفك القيد اللي بيربطك بالماضي. اختاروا تبقوا صادقين مع نفسكم. الصدق مع النفس مؤلم اوقات، بس هو طريقة تحرر. كوني صادقة مع نفسك، وكون صادق مع نفسك حتى لو خايفين من الحاجة دي، لان ده هيخليكم اقرب لنفسكم. من الحاجات المهمة انك تكون انسان جابر للخواطر. ساعد غيرك حتى لو بكلمة بسيطة. ما تقارنش نفسك بحد، اكتفي بذاتك، واعرف ان ربنا موزع الرزق على كل عباده، ونصيبك هتاخده في الوقت المناسب. واخيرا وليس اخيرا، الدعم النفسي. ابدأ في بناء علاقة دعم بينك وبين نفسك. شوف انت محتاج ايه ونفذه، حتى لو حاجة بسيطة. لبي احتياجات نفسك. في النهاية انا عايزة اقولك حاجة. التصالح مع النفس رحلة كبيرة جدا، مش قرار بياخد ثانية. كل يوم هتقرب خطوة، وكل ما تقرب هتحس بخفة وراحة وطمأنينة. مش هتكون مضطر اطلاقا انك تجري وتسابق غيرك. هتبقى مقتنع ان كل شيء ربنا كاتبه، وان كل حاجة بتيجي في وقتها، وان ربنا مقسم ارزاقه، وهيجي في الوقت المناسب. اتمنى تكونوا استفدتوا ولو شيء بسيط جدا، وهستنى دعمكم ليا. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.